شاشة رابط تلفزيون العرب قناة الرياضة، ودي توجه كلمة للشباب الرياضي بشكل عام، وأيضا لجماهير نادي الاتحاد ونادي الشباب. إيش تقول لهم؟ إيش أقول لهم؟ تفضل أمامك الكاميرا. أقول للاتحادين للشباب الرياضة أول حاجة، للشباب بشكل عام إيش تقول لهم؟ الشباب بشكل عام، يعني تنصحهم عن الرياضة مثلا، البعد عن الأشياء البعد عن كل الوسائل اللي تضر بصحتهم ومستقبلهم، والإقبال الرياضة بروح مخلصة، يعني لا أهداف نبيلة أكثر من كده. يعني إيش أقول لهم؟ ولجماهير الاتحاد، الاتحاد أول مرة بعد التهنئة أقول لهم يعني أحرصوا على الحفاظ على ما اكتسبتوه ولا تتفرقوا. نعم، هذا مهم جدا. هذا كلام لجماهير الاتحاد ولا أعضاء شرف الاتحاد؟ طبعا على رأسهم أعضاء الشرف طبعا. ونادي الشباب أقول له الله يكون في عونك، شد أنت برضك قدامك المستقبل إن شاء الله، وتعيد الانتصارات اللي حققتها في السنوات الماضية دي، وأنت أهل ذلك. لكن أستاذ حميد، في قرارة نفسك تتمنى أن لو تذهب شريحة كبيرة من جماهير الاتحاد تكون شبابية في يوم من الأيام، تتمنى هذا الشيء، أن يكون عندي شباب جماهير زي الاتحاد. أتمنى يكون عندي جمهور زي جمهور الاتحاد. أكثر ما يطبق في جماهير الاتحاد إيش؟ والله الصبر. أيوة، أسلوب تشجيعها، غناها، والجمهور الصابر، ينهزم ما ينهزم برضو اتحادي.